يا مساء الورد يا مساء العافية. وكانت تجيني طلبية بهذا الجو والمطر والهواء، يابا خلي أجلي لكم الطلبية. قالوا لا، الدنيا دا تمطر شلون أسلمكم الطلبية؟ قالوا لا، إلا تجهزيها وتدزينا إياها بتسبيد التوصيل. وبهذا البرد والمطر شوفوا قعدت أجهز الكيكة والطلبية. صورتها إلكم وراح أبدي وياكم بالمقادير. هنا عندي 6 بيضات، هي قياس 30، كل كوب ياخذ من عندنا بيضتين. خلينا شوية خل أبيض وخلينا ملعقة محسن، وراح نجي نضيف كوب الشكر أو السكر. أنا عادي شكر أقولها مثل ما ألفظها أنا بحكي. نخلي شوية نكهة برتقال. كوب من المي. كوب من المي شنو هو كوب مال مي؟ يلا شوي. هنا أنا عندي الطحين أنا ناخلته كامل. ضفنا 3 كواب طحين، وراح نضيف ربع كوب نشا. 3 كواب طحين وربع كوب نشا، وما يقارب نص ملعقة بيكنج باودر، تقريبا ملعقتين زيت. تردون تضيفوه بعد الخلط، قبل نهاية الخلط ب5 دقائق تردون تضيفوه هسه. نيجي هاي راح اسوي انا العجانة كلش كبيرة مالتي، لكن 12 لتر، لكن هسه يعني قلت خلي اسوي بيها. خلطنا، بعد ما خلطنا العجين جهز عدنا بالكامل، وهذا شكله وهذا قوامه، ويكون نفس الكريمة البيضة. هسه ايش عدنا هذا القالب قياس 30. احنا شو مسوي له؟ خلي له ورق زبدة، وجينا ضفنا الخليط مالتنا. شفتوا الخليط مالتنا شلون يجنن وقوامه كلش حلو. هسه نروح نفتح الفرن ونخليها بالفرن. وهنا استوت عندي. طلعنا الكيكة مالتنا، راح نتركها شوية بالمجمدة تبرد. بعد ما تركناها طلعناها تبرد، قسمتها إلى قسمين. عندي هنا ردتها عالية أني كلش، فعندي كيكة يعني ثانية مدورة. هنا ضفت الكريم وضفت لها المروار شوية، وراح نضيف جوز ونضيف الكريم. شوفوا حبايب، هنا سويت الكيكة اللي عندي زيادة اللي قلت لكم عليها، أريدها تصير شوية عالية، قسمتها وخليتها. هنا خليت نوتيلا كاكاو، وخليت كريمة، وخليت جوز. شوفوا شلون علت عندي. راح نبدي نسقلها. نسقل، بعد السقل نرجع بالقاشطة نعدلها. انتبهوا لي حبايب، القاشطة اللي راح استخدمها اني القاشطة المسننة. شوفوا حبايب، هاي القاشطة المسننة اللي اني استخدمتها، وقلت لكم غيم ومطر وبرد والله قوة. طبعا هنا اعتذر منكم، طفت الكهرباء فكان ظلام 3 مرة يعني، فبقيت مستمرة بدون تصوير. كملتها هنا جهزت عندي، وكان هذا شكلها. كانت طلبية مال تثبيت، ما اعرف تعيين وزارة